عمرك سألت نفسك سؤال وما لقيتلوش إجابة؟ هنا هنفكر سوا ونكتشف المجهول سوا. أنا أحمد نصار وأنت هنا في سؤالست. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ صلي على النبي وانزل اعمل لايك واشتراك وشير لأصحابك وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. عمرك لاحظت إنك ممكن تنام وأنت مشغول بحد بيكرهك؟ أو حد قالك كلمة جارحة وتفضل تعيدها وتفكر فيها بالساعات؟ الغريب إنك ممكن ما تركزش بنفس الدرجة على كلام حد بيحبك ومدحك، فتسأل نفسك ليه دماغنا بتركز على اللي بيكرهونا أكتر من اللي بيحبونا؟ الموضوع ده مش صدفة، لا ده وراه علم نفسي واجتماعي عميق وكمان حكمة ربنا. لو رجعنا لطبيعة العقل البشري، العلماء بيقولوا إن عقل الإنسان متصمم عشان يحميه من الخطر. في علم النفس التطوري في حاجة اسمها الانحياز للسلبيات نيجاتيفيتي بايس، وده معناه إن عقلنا بيفضل يركز على التهديدات أكتر من الحاجات الإيجابية. أما الباحث باول روزن قال السيء أقوى من الجيد. bad is stronger than good، يعني كلمة سيئة ممكن تسيطر على دماغك ساعات، في حين إن كلمة حلوة ممكن تفرحك دقيقة وتمشي. ولو جينا للتفسير العصبي، فالمخ عندنا فيه منطقة اسمها اللوزة الدماغية أميجدلا، ودي المسؤولة عن رصد الخطر والتعامل مع التهديد. فلما حد بيكرهك أو بيهاجمك بكلمة، اللوزة بتترجم ده كخطر على صورتك الاجتماعية، فبتبدأ تضخ إشارات لباقي المخ، والنتيجة دماغك بتفضل تعيد وتكرر الموقف عشان تلاقي حل أو طريقة للدفاع، وكأن المخ بيقول ركز هنا، ده خطر محتمل. أما بقى من الجانب النفسي، فالعالم النفسي روي ماستر كتب التجارب السلبية لها أثر مضاعف 4 مرات عن التجارب الإيجابية في الذاكرة. يعني كلمة أنت فاشل تفضل في دماغك أكتر من 10 جمل زي أنت ناجح. السبب إن الإهانة بتهز صورة الإنسان عن نفسه، والعقل عنده هوس بإصلاح صورته قدام نفسه وقدام الناس، فطبيعي يركز على مين بيكرهه أكتر من مين اللي بيحبه. وتعالوا نبص بعينينا على الجانب الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي محتاج تقدير وقبول، فلما تلاقي حد بيحبك أكيد بتحس بالأمان، لكن لما تلاقي حد بيكرهك فأكيد بتحس بالتهديد لمكانتك. فعشان كده علماء الاجتماع بيقولوا إن الكراهية بتوجع أكتر من غياب الحب. وفي دراسة من جامعة أكسفورد، الناس اتأثروا نفسيا بكلمة نقد جارحة أكتر ما اتأثروا بمدح طويل، والنتيجة إن الكارهين بيسيبوا أثر أعمق في دماغك. ولو جينا للجانب الديني والإيماني، هنا لازم نقف شوية. ليه ربنا بيخلينا نركز على الكارهين؟ يمكن عشان يختبر قوة إيماننا وصبرنا. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وبشر الصابرين. يعني طبيعي تواجه ناس بتكرهك وبيعادوك، وده اختبار، هل هترد بالكراهية ولا بالصبر وحسن الظن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من أذى المشركين، ومع ذلك كان بيدعي لهم بالهداية. يبقى التفكير في الكاره مش دايما ضعف، ده تنبيه إيماني. ازاي بقى هنتعامل معاه؟ اما بقى من الجانب العاطفي، فالشخص اللي بيكرهك بيستفز فضولك وبيخليك دايما تسأل نفسك هو ليه بيكرهني؟ هو انا عملت له حاجة؟ هو عنده سبب لكرهه ده ليا؟ الأسئلة دي تفضل تلف في دماغك لحد ما تبقى مهووس. اما اللي بيحبك بتحس انه مضمون، فدماغك يقول مفيش خطر هنا، ركز على التهديد. الباحثة بريني براون قالت عقولنا مبرمجة تسعى لتفسير الألم قبل الاستمتاع بالحب. ولو جينا بصينا على التجارب العملية، ففي دراسة في جامعة كاليفورنيا عرضوا على المشاركين صور لوشوش مبتسمة ووشوش غضبانة، لقوا ان المخ بيركز أطول وبقوة أكبر على الوش الغضبان، كأن الدماغ بيدرب نفسه يرصد أي عداء. وده معناه ان التفكير في اللي بيكرهك مش خيار، دي استجابة طبيعية. ولو جينا للجانب الفلسفي، هنلاقي ان الفيلسوف سينيكا قال اللي بيكرهك بيديك قوة لو خليته يسيطر على أفكارك، بمعنى لما تنشغل بيه انت بتسلم له مفاتيح دماغك. أما الفيلسوف المسلم ابن القيم فكان بيقول من شغل قلبه بالناس أضاع نصيبه من الله. يبقى الحل ايه؟ تحول التفكير في اللي بيكرهك لدافع يقربك من ربنا مش يبعدك عنه. وتعالى بقى للجانب الطبي والصحة النفسية. التفكير المستمر في الكارهين ممكن يسبب توتر مزمن. التوتر ده بيرفع الكورتيزول، والكورتيزول الزايد بيضعف المناعة وبيأثر على النوم. عشان كده العلماء بينصحوا لو لقيت نفسك بتفكر في شخص بيكرهك طول الوقت، درب نفسك على التجاهل.
الدكتور ديفيد بيرنس قال الفكر السلبي عن الآخرين زي النار، كل ما بتزود لها وقود بتكبر أكتر. ونرجع تاني للمسة إيمانية تانية. الإسلام بيعلمنا ادفع بالتي هي أحسن، يعني لو حد بيكرهك مش لازم ترده بكراهية. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، ده سر، وربنا عارف طبيعة عقلنا بيركز على الكارهين أكتر، فادانا الحل، حول الكراهية لفرصة للتقرب إلى الله. وقتها عقلك هيرتاح وقلبك هيطمن. تعالوا بقى دلوقتي نشوف شوية أمثلة من الحياة. الطالب اللي المدرس بيكرهه بيفضل طول الوقت يفكر فيه، والموظف اللي عنده زميل حاسده بيروح البيت وهو مشغول بيه، والبنت اللي عندها حد في العيلة بينتقدها تفضل تفكر في كلامه. لكن في نفس اللحظة ممكن يتجاهلوا اللي بيحبهم بجد، لأن الكراهية بتشد العقل أكتر من الحب. عايزين بقى حلول عملية للمشكلة دي. العلماء بيقترحوا كذا طريقة للتعامل مع الموضوع. أول حاجة هي إعادة التركيز، يعني لما تفكر في اللي بيكرهك فكر نفسك دايما باللي بيحبوك. تاني حاجة التدوين، اكتب اللي مضايقك، كل ما تكتب حاجة مضايقاك هتفرغ دماغك من التفكير. تالت حاجة هي التأمل، درب نفسك على تهدئة العقل. رابع حاجة هي الإيمان، اربط الموقف بالابتلاء وصبرك عليه أكيد هتاخد أجر. تعالوا بقى نقارن بين التفكير في اللي بيحبنا والتفكير في اللي بيكرهنا. لو فكرنا في اللي بيحبنا فالتفكير ده بيديك طاقة أمان، ولو فكرت في اللي بيكرهك فالتفكير ده بيديك طاقة تحدي. المشكلة اننا بندي للي بيكرهنا اكبر من حجمه، لكن الذكي بيحول الطاقة دي لدافع ينجحه اكتر. زي ما قالوا افضل انتقام من اللي بيكرهك انك تنجح قدامه. ولمسة اخيرة بقى من العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا كان قدامه ناس اذوه كرهوه، ومع ذلك قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. الرسالة واضحة، ما تديش اللي بيكرهك مساحة أكبر من اللازم في دماغك. فكر في حب ربنا وحب اللي حواليك، ده بس اللي هيدوم. وفي الختام يبقى السؤال، ليه بنفكر في اللي بيكرهنا أكتر من اللي بيحبنا؟ عشان عقلنا متصمم يركز على الخطر، وعشان الكلمة السلبية أقوى تأثيرا من الكلمة الإيجابية، وعشان صورتنا قدام نفسنا والناس بتتأثر بالعداء. لكن الحكمة الربانية بتقول ما تسيبش اللي بيكرهك يسيطر على عقلك، استعمل الإحساس ده كتنبيه وكدافع إنك تبقى أقوى وأقرب لربنا. وقتها بس اللي بيكرهك مش هيلاقي مكان في دماغك، وهيفضل بس اللي بيحبك، واللي أهم حب ربنا ليك. لو الفيديو ده لمس عندك نقطة أو فكرك بموقف حصل لك قبل كده، شاركه مع أصحابك عشان غيرك يستفيد. واكتب لنا في التعليقات ايه هي اكتر حاجة بتيجي على بالك تخص حد انت عارف انه بيكرهك. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، تفعل الجرس عشان توصلك باقي الفيديوهات.